هو كيجي كامل عامر وكيجي رقيق، وحتى بالنسبه للخبز كيجي فتي. بالنسبه لهاد العجينه هادي الخبز ديالها كيجي فتي. السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم الخبز المعمر. بالنسبه لهذا الخبز هذا الحجم الكبير، بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفولوش ولا البنات المبتدئات في الطبخ، كاين هذه الطريقه هذه سهله باش تخدموا هذا الخبز هذا. غادي يجيكم ساهل وما غاديش تعكزوا عليه. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. هذه هي النتيجه ديالو. كنحتاج هنا في المقادير، عندي هنا 500 غرام ديال الطحين ديال الفرينه. كنستعمل الطحين الخاص بالخبز. الا ما عندكمش الميزان كديروا جوج زلايف. عندي هنا 150 غرام ديال الفينو. حتى بالنسبه للفينو اللي ما عندهاش الميزان كدير كاس. عندي هنا تقريبا 10 غرام ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال السنيده 10 غرام. عندي هنا 5 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت. هنا درت 2 معالق ديال زيت الزيتون ومعلقه ديال الزيت العاديه. وكنحتاج هنا بيضه. غادي نستعمل هنا العجانه، واللي ما عندهاش عجانه تعجن غير بيدها. كنزيد هنا الطحين 500 غرام، الفينو 150، كنزيد 3 المعالق ديال الزيت، 10 غرام ديال الخميره ديال الخبز، 10 غرام ديال السنيده، الخميره ديال الحلوه، كنزيد البيضه. غادي نبقى نزيد الماء ونديرها تعجن. وكنحتاج هنا 10 غرام ديال الملحه. كنزيد الملحه. بالنسبه للملحه ما كنزيدهاش في الاول حتى كتعجن. قياس واحد 10 غرام. بالنسبه للملحه كيبقى على حسب الذوق. صافي العجينه ديالي هي هذه، راه تعجنات مزيان، كتكون هكا شويه مرخوفه. بالنسبه للماء كتاخذ لي تقريبا 2 كيسان بهذا العبار هذا ديال الكاس ديال العنبه. وانتم كتردوا البال على حساب الطحين ديالكم، يعني ما تجريولاش العجين بزاف، لما كتبقاو تزيدوا غير بشويه بشويه. كندهن بشويه ديال الزيت. صافي العجينه ديالي دهنتها بشويه ديال الزيت. كنغطيها كنخليها كتخمر لحد كنوجد الحشوه تقريبا واحد نص ساعه. فاش كيكون سخون الحال راه ما كتاخذش وقت بزاف، وفاش كيكون بارد الحال يعني كتاخذ لكم شويه ديال الوقت. صافي هنا العجينه خليتها تقريبا نص ساعه اللي خليتها. صافي راه ارتاحت وخمرات واحد شويه. صافي كنقطعها. كنرش شويه ديال الطحين وكنحط الكره. هنا غادي نقطع 6 ديال الكرات. هنا قطعت 6 ديال الكرات كنخليهم كيرتاحوا من حيت كنوجد الحشوه. غادي نستعمل هنا هاد البصله هذه الخضراء. هنا في الحشوه غادي نحتاج هنا البصله اللي قطعتها هكا رقيق. وبالنسبه لي كنت قطعتها بالهاشوار، كتخليها كتقطر لان كدير الماء. بالنسبه لي انا قطعتها غير باليد، كتبقى هكا ناشفه. واذا كان فيها الماء كتخليوها كتقطر. وكنحتاج هنا 200 غرام ديال الكفته. عندي هنا القزبر والمعدنوس، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الملحه، نص معلقه ديال البزار. وعندي هنا الحرور الحاره. وكنحتاج هنا 2 دروس ديال الثومه. كناخذ انا 2 دروس ديال الثومه كنحكهم.
كنزيد الحرور الحاره، الملحه، البزار، كمون، وعندي هنا التحميره. كنزيد هنا 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون. كنحرك مزيان هاد المكونات هادو. كنزيد الكفته، كنزيد قزبر والمعدنوس، وكنزيد هاد البصله هادي مقطعه. غادي نزيد عاد واحد شويه ديال زيت الزيتون، كنزيد واحد المعلقه ديال الشحمه، واللي ما بغاش يزيدها ما يزيدهاش. صافي هاد الخليط هذا خلطته مزيان. بالنسبه للشحمه اللي بغى يزيد الشحمه كيزيدها، واللي ما بغاهاش ما كيديرهاش. صافي هاد الحشوه هادي غادي نقسمها على 3. خديت انا الورق ديال الطي، كنقطعو على حساب القياس ديال الفراح اللي عندي، ديال المقله اللي عندي. انا عندي المقله كبيره، كندهنو بشويه ديال الزيت. كناخذ هنا البابيي، كندير شويه ديال الطحين، هي العجينه فاش كترتاح كتكون ساهله باش تطلقوها. هي الكره الاولى كنهزها، وكندير الكره الثانيه بنفس الطريقه. كندير شويه ديال الطحين، هي عندي الكره الاولى والكره الزوجه. كناخذ الحشوه، بالنسبه فاش كنبغي نقفل الكره، الا خفتوا لا تمشي تحل لكم الكره الاولى من الكره الزوجه، كتجيو للجناب كديروا شويه ديال الماء هنا باش تلصق. كناخذ شويه ديال الطحين، وكنسودي هاد الجناب هادو. ومازال حتى غادي نحطها فوق المقله، وكنزيد عاد كنسرحها. صافي كناخذها نحطها فوق المقله. صافي انا المقله درتها كتسخن، كنمسحها بشويه ديال الزيت. هيا كندزها بحال هكا. هنا كنرشها بشويه ديال الزيت، كنخليها حتى كتشد راسها وكنقلبها.
ديما كنقص لها بالعافيه باش تطيب الحشوه، لان الحشوه عندي خضراء. ها هو كما لاحظتوا راه كيتنفخ. فاش كتكون عندنا شي ثقبه اللي كتخرج النفس كنديروا لها بحال هكا باش تاخذ بلا ما يجي مفروك. صافي كنخليها كطيب. كنحمرها مزيان. صافي راه طايبه. صافي راه طايبه عندي، غادي نحيدها. صافي راه طايبه، غادي نحيدها. هذا هو الخبز ديالي بعد ما وجد، يتقدم بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي من الاعجاب ديالكم. وهكا كنجي نهايه الفيديو. اي تساؤل عندكم خليوه لي في التعليقات. ها هو كيجي كامل عامر وكيجي رقيق. وحتى بالنسبه للخبز كيجي فتي. بالنسبه لهاد العجينه هادي الخبز ديالها كيجي فتي، كيجي الخبز ديالها فتي. نتمنى ان شاء الله تجربوا بهذه الطريقه هذه، والى الاعجاب ديالكم كنقول لكم بسلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.